اهلا بيكم. غير السوشيال ميديا في طرق تانية ممكن تسوق بيها لتجارتك الالكترونيه. اتكلمنا قبل كده عن التسويق للتجاره الالكترونيه على السوشيال ميديا وانه من اهم عوامل نجاحها. بس خلي بالك، منصات السوشيال ميديا المعروفه مش هي الطريقه الوحيده للتسويق. وفي الفيديو ده هقول لك على 5 طرق تانية ممكن تستخدمها للتسويق لتجارتك الالكترونيه وتحقق بيها نتائج مرضيه جدا ليك. اول طريقه هي الايميل ماركتنج، ودي اسرع وسيله للتسويق للمتجر الالكتروني لو عايز تشوف نتائج فوريه في زياده عدد الزيارات للمتجر الالكتروني بتاعك، وده لسببين. اول سبب لانك بتتواصل مع العملاء عن طريق البريد الالكتروني، وده معناه انك واصل معاهم لدرجه كبيره جدا من الثقه. هو واثق فيك وسمح لك تستخدم بياناته الشخصيه، وبالتالي هيبقى عنده قابليه اكتر من غيره انه يدخل المتجر الالكتروني ويشتري. السبب الثاني هو ان الشخص اللي سجل معاك بكامل بياناته وبريده الالكتروني هيبقى بالفعل مهتم جدا بتجارتك الالكترونيه، وعنده استعداد يشتري، ومش هتضطر تبذل معاه مجهود تسويقي كبير. بس خليني اكد على ان استراتيجيه الايميل ماركتنج ممكن تكون مناسبه مع طبيعه اسواق ومنتجات وعملاء، ومش مناسبه في بعض الاوقات. تاني طريقه ممكن تستخدمها هي الانفلونسر ماركتنج، ودي عن طريق انك تشوف مين اهم واشهر انفلونسرز في مجال نشاطك التجاري واكثرهم مصداقيه، وتتعاون معاهم علشان يسوقوا لتجارتك. زي مثلا انك تبعت لهم جزء من منتجاتك مجانا يجربوها، وينصحوا متابعينهم كمان هم يشتروا منها ويجربوها. وفي الحاله دي حاول تختار المنتج اللي هتبعته بدقه، بحيث يكون اكتر منتج بتتميز بيه او موجود عندك بشكل حصري. او ممكن تستفيد من عدد الفولورز عندهم وتعمل مسابقه جايزتها تكون منتج من منتجاتك لعدد معين من الفولورز اللي عندهم، وده هيساعدك في مرحله الاويرنس بشكل كبير جدا. لو الطريقتين اللي فاتوا مش مناسبين ليك، ممكن تستخدم التسويق بالعموله، وهنا انت بتعتمد على وسيط، ممكن يكون شركه او شخص بيعمل لك حملات اعلانيه هدفها البيع، وبياخد منك عموله في مقابل كل عمليه بيع بتتم. رابع حاجه وهي التسويق بالفيديو، لان التسويق بالفيديو من انجح الطرق للتسويق للتجاره الالكترونيه، لان الفيديوز تعتبر من اقرب اشكال المحتوى للجمهور، ومهما كانت بسيطه بتلاقي عليها تفاعل واقبال من الجمهور اكتر من باقي اشكال المحتوى. اخر واشهر طريقه هنتكلم عنها للتسويق لتجارتك الالكترونيه هي الاس اي او وجوجل ادز. وسواء كنت بزنس كبير او لسه ستارت اب، فالطريقتين دول هيكونوا من افضل الطرق اللي ممكن تستخدمهم لزياده ارباح تجارتك الالكترونيه. بس طبعا في عوامل كتير بتاثر على نجاحهم، زي الميزانيه والاستهداف وخبره الفريق بتاعك وغيرها حاجات كتير. لو عايز تعرف عليهم اكتر بالتفصيل، اكتب لي في الكومنتس وتابعني في الفيديوز اللي جايه. دمتم بسعاده.